يعني انت ارتبطت بيا يوم 14/2 وجاي تسيبني يوم 15/2؟ ما انت خلاص نزلت الصوره اللي انت كنت عايز تنزلها، والاكس عرفت انك ارتبطت وعرفت تضايقها. وبعدين يا حبيبتي، ما انت نزلت مع فرح ونزلت مع مريم ونزلت مع ملك، بس في الاخر وجيت وارتبطت بيا انا. يبقى البقاء للاقوى يا حبيبي. زباله يا بنتي، في عيال صغيره يا بنتي ما ينفعش تسمع الالفاظ البسيطه دي. وبعدين انا همشي معاكي واحده واحده. انت بتقولي ان انا نزلت مع دي وفرح ومش عارف مين الاسامي الغريبه اللي انت بتقوليها دي، وفي الاخر بقت معاكي انت. يا بنتي ده انت الحب، ده انت ورده البستان، يخرب بيت ضحكتك. يا خلاصي يا خلاصي يا خلاصي، انا لو مش بحبك مش هكمل معاكي. ولا انا غلطان في دي كمان؟ والله انا مش حاسك يا شيتوس. بس يا ابني انت مش شايف الواد اللي هو معانا ولا ايه؟ بقول لك ايه، بما انك بقى معايا تخرجني فين النهارده؟ ده انا بقى هخرجك النهارده خروج انت واخوك الصغير ما تحلموش بها انتوا الاتنين. هودي ما تنجزنا بقى يا عم، يلا عشان نشوف مصالحنا يا اسطى. بتخوني صح؟ انت بتخوني، انت بتخوني صح؟ اقفل بقى. بصي يا شكلها ما فيهاش خروج النهارده. يا ما طب ما انت ناصحه ونبيهه اهو. هيكون ما فيهاش خروج ليه النهارده يا اختي شوشه؟ عشان انا شقيان، انا والله العظيم شقيان. عارفه انا لو مش شقيان ما كنتش هسيبك دلوقتي. وكمان انت اخوك الصغير موجود. عاوزكم دلوقتي تروحوا عشان اعرف اروح اشوف شغلي انا واخويا اسلام. اخويا اسلام واقف مستنينا عشان نكر على اكل عيشنا. ولا انت بقى عايزاني اروح لابوك ايد ورا وايد قدام بقى وتيجي تقولي لي فين الذهب فين مش عارف ايه، واقول لك اصل انا مش عارف بقى والكلام العبط ده بقى؟ لا، انا لازم أنا اشتغل عشان اجيب لك كل اللي انت عاوزاه عشان اعرف اخرجك. ولا ايه يا بنتي والله بيضحك عليكي. يا ابني اسكت بس، انت مش شايف ده بيقول رايح الشغل عشان يجي يتقدم لي؟ عقله والله العظيم عقله. يلا بقى انا عايزكم انتوا الاثنين كده تاخدوا بعضكم وتمشوا عشان خاطر اروح اشوف الشغل. يلا خلي بالك من اختك يا واد. ايه في ايه؟ عمال رن 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 رن. زهقت. عايز ايه؟ الله، مش شايفني واقف مع البيت؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ عايزين نشوف شغلنا، واقف بالك ساعتين هناك عمال ترغي وفي الاخر شكلك كده ما طلعتش مصلحه. وقعدت تكون حبيت البنت يا حد الله بينا وبين الحرام. استغفر الله استغفر الله. احب مين يا جدع انت؟ الله، وانا كمان لحقت اعمل عليها ايه مصلحه؟ يعني شايف الساعه دي مريم اللي كانت جايبها لي، الشويت شيرت ده، الجاكيت ده، ما اعرفش مين اللي كانت جايبه لي، مالك تقريبا. الله، حتى البيت ما عرفتش اقلبها في اي حاجه، وانت عمال رني. ايه هو ده شيتو الصاحب اللي انا اعرفه. يلا بقى بينا يا معلم نشوف هنعمل ايه في البيت. انت ما عرفتش تطلع منها اي حاجه. انا نفسي اعرف انت بتحبيه على ايه؟ ده ما بيحبكيش وربنا فهمي. يا ابني افهم، شيتو ازاي انا بحبه وهو كمان على فكره بيحبني. وبعدين لو بيكلم بنات فهو بيكلمهم كلام عادي، وانت اديك لسه سامعه بيقول انا رايح الشغل عشان اجي اتقدم لك. يعني في الاخر هيتقدم لي انا. بيحبك ايه؟ ده هو اصلا تلاقيه صاحبه جاي له مش عشان شغل، ده جاي له علشان يروحوا يتسلمحوا مع بنات ويروحوا يقعدوا ويسهروا. في الاخر تيجي تقولي لي ان هو بيحبك. طب اقول لك على حاجه، انا هثبت لك ان كلامي صح. يا ابني انت لسه صغير، انت ايش فاهمك في الكلام ده؟ انا بقول لك ان هو بيحبني ومتاكده من كلامي. ما بيحبكيش. بقول لك ايه، انا زهقت روحت. طب بص فين، انا بكلمك اسمعني. ايه شتنا كتير، انا زهقت يا جدع. هتعمل ايه مع ام البت دي بقى؟ يا عم سهله وبسيطه. انا كده اصلا كنت قايل لها ان انا هخرجك تاني هي واخوها، بس الخروجه الجايه مش هخليها تجيب اخوها الصغير معاها بحجه ان انا عاوز اخد راحتي انا وهي، وهعشمها هنا اهو. وهي كده اصلا متعشمه ان انا بحبها. هقول لها انا نفسي في ايفون زي اي حد ماشي بايفون. او هقول لها ان انا نفسي في لابتوب عشان خاطر الشغل الجديد. هقول لها تجيب لي سلسله دهب عشان خاطر امي، عيد الام قرب. هقول لها اي حاجه غاليه تجيبها لي. وبكده يا زميلي هاخد الحاجه دي وابيعها، يبقى انا استفدت يا ابن الحلال. ولا انت مفكر ان الدماغ دي داخله في شغل الحب واللفلفه؟ شغل الحب واللفلفه ده بقى في الفالنتاين. انا يا باشا نزلت معاها في الفالنتاين وسبتها خلاص، عملت اللي انا عايزه يا حبيب قلبي. غير كده مش بتاعي. يا شاه في يا ابني فتحتني في المنطقه. مش انا قلت لك الواد ده ما بيحبكيش؟ حتى بصي اتفرجي. تفرجها على ايه يا ليفا؟